ما غبتش عنك كتير صح؟ جيت لك بمراجعه التاريخ، يلا كمل معايا على طول، يلا ورا بعض كده. بص يا معلم، طبعا اول درس بيتكلم عندي على الثوره، تمام؟ جميل. ثوره 23 يوليو، تمام. ثوره 23 يوليو قلنا اللي عملها اسمه تنظيم الضباط الاحرار اللي عمله جمال عبد الناصر، تمام؟ المهم ضباط الاحرار ده سيطر على دار الاذاعه المصريه وطلع بيان، البيان ده كان بصوت السادات، لكن اللي كان كاتب البيان يعني كان باسم محمد نجيب. طب مستر ثواني، البيان ده كان بيقول ايه؟ بيقول ان فاروق يمشي ويسيب الحكم، تمام، ويمشي من البلد ويتنازل لابنه عن الحكم احمد فؤاد الثاني. طب مستر فاروق مشى، طبعا مشى قبل الميعاد كمان اللي متحدد ليه، ليه؟ لان هو اتنين ادرك ان الجيش والشعب بيكرهوه بالظبط، وان الانجليز حبايبه تخلى عنه، يبقى لانه اتنين ادرك. جميل، تمام. طب مستر ثواني، هو تنظيم الضباط الاحرار ده اللي عمله جمال عبد الناصر اتعمل ليه؟ اتعمل علشان خاطر يقضي على الفساد ونحرر البلد بقى من الاستعمار البريطاني اللي موجود عندنا في مصر، تمام؟ جميل. يلا بينا نكمل. يلا بينا. احمر ولا ازرق؟ لا ماشي، استخدم على الاحمر. المهم قرب شويه كده عشان الكتابه تكون باينه، تمام. ايوه الله ينور كده، تمام قوي. جميل. عندي معاهده اسمها معاهده 1936 ودي اسمها الترم الاولاني، تمام. بيقول لك المعاهده دي ما ادتش الاستقلال الحقيقي لمصر، ليه يا مستر؟ علشان خاطر بريطانيا راحت حصرت قصر عابدين عشان تجبر فاروق، قالت له يا فاروق عين لي مصطفى النحاس. جميل. وفي نفس الوقت المعاهده دي، تمام، خلت ان بريطانيا تاخد مصر معاها في الحرب، فبالتالي ادى الى استنزاف موارد مصر، عشان كده مصر كان فيها فقر وهكذا. جميل. ده كده اول سبب، تمام. الاحتلال البريطاني ده اول سبب للثوره. تاني سبب للثوره هو فساد النظام الملكي، تمام. النظام الملكي كان فاسد، اللي هو فاروق كان راجل ظالم وكان فيه رشاوي كتير في البلد. اوكي، يبقى احنا كده قلنا فساد النظام الملكي، الاحتلال البريطاني، زائد طبعا، تمام، سوء الاوضاع الاقتصاديه. اوكي، تمام. رابع سبب عندي سوء الاوضاع الاجتماعيه. ايه يا مستر المجتمع كان ماله بايظ ليه؟ هقول لك بص يا معلم، المجتمع كان بايظ بسبب فساد الاحزاب، فالاحزاب دي ما كانتش بتهتم بشؤون الشعب بس، زائد طبعا نظام الاقطاع. ايه هو يا مستر الاقطاع ده؟ الاقطاع ده، تمام، ان في ناس معاهم اراضي وفي ناس ثانيه معاهمش اراضي، ده سبب من اسباب سوء الاوضاع الاجتماعيه. جميل. يا مستر حصلت الثوره، جميل. هل الثوره دي ليها انجازات؟ طبعا الثوره ليها انجازات. ازاي يا مستر؟ اول حاجه الانجازات السياسيه، لخصتها لك. الانجازات السياسيه 3: الغاء الاحزاب والدستور والملكيه، وتم اعلان الجمهوريه، واول رئيس للجمهوريه وهو محمد نجيب. جميل، ده كده 3 انجازات للثوره سياسيا. وعندك برضو ان مصر وبريطانيا قعدوا هما الاثنين مع بعض، عملوا مع بعض اتفاقيه اسمها اتفاقيه الجلاء، ان بريطانيا تمشي من مصر، وراحت بريطانيا مشت من مصر. وسادس حاجه من الانجازات السياسيه تاميم قناه السويس. يعني ايه كلمه تاميم؟ ركز. تاميم يعني تحولها من اداره اجنبيه بدل ما هي بتاعت الاجانب الى اداره مصريه تبقى بتاعتنا. جميل. ده كده الانجازات السياسيه. طب نيجي بعد كده على الانجازات الاجتماعيه. اولا بدل ما العمال يشتغلوا كتير انا حددت ساعات العمل، يبقى تحديد ساعات العمل. ايه كمان تاني يا مستر؟ ادينا للست، يبقى ثواني، الانجازات الاجتماعيه ادينا للست حق الترشح، ان هي ممكن تترشح او ممكن حد ينتخبها، تمام، في مجلس الامه اللي هو سنه 56 او في دستور 56 اللي عمله جمال عبد الناصر، تمام. جميل. ايه كمان تاني من الانجازات الاجتماعيه؟ القضاء على الاقطاع. ايه ده يا مستر؟ ازاي لغينا الاقطاع؟ بص يا معلم، لغينا الاقطاع عن طريق قانون اسمه قانون الاصلاح الزراعي، لو سمحت ركز فيه، سنه 52. قانون الاصلاح الزراعي ده بيقول ايه؟ بيقول ان كل واحد ليه 50 فدان من الارض، يبقى تحديد ملكيه الاراضي الفلاحين ب 50 فدان. جميل. كده اتكلمنا عن انجازات سياسي واجتماعي. نيجي نتكلم عن الانجازات بقى الاقتصادي. بالنسبه للزراعه، بدانا ان احنا نشوف اراضي، يعني استصلاح اراضي ونزرعها، وبنينا السد العالي. طب مصر ايه اهميه السد العالي؟ بيخزن الميه، بيولد كهرباء، وبيحمي من الفيضان. ده كده اهميه السد العالي، تمام. واتعمل سنه 71 بالمناسبه. طب يا مستر بالنسبه للصناعه، الانجازات ايه؟ ثواني، بهتم بالصناعه، يبقى هفتح ايه؟ هفتح مصانع.
وهبدا ان انا اهتم بالتعليم الصناعي. طب يا مصر ثواني، زي ايه المصانع؟ بص، تمام، حديد ح في حلوان، اسمده س في اسوان. طب يا مصر بالنسبه بقى للتجاره، ايه التجاره؟ هقول لك بدات ان انا افتح اسواق، ما بهتم بالتجاره، بيع وشراء، يبقى افتح اسواق عشان ابيع فيها، زائد تمصير البنوك والشركات. كلمه تمصير زيها زي تاميم، ان انا بحول الشركات والبنوك لاداره مصريه. اوكي تمام. ايه كمان تاني يا مستر؟ عندي برضو من الانجازات بتاعت الثوره، تمام، من الانجازات برضو بتاعت الثوره في المجال الدولي، 2 مسانده، مصر ساندت الشعوب العربيه والافريقيه، ومصر ساندت الشعب الفلسطيني، دي كده في الانجازات الدولي. زائد طبعا حصلت وحده ما بين مصر وسوريا، بس الوحده دي ما اتفشكلت، ما عادتش كتير. جميل جميل. انجازات بقى في المجال الدولي، تمام، ماشي، بعد ما اتكلمنا عن انجازات المجال العربي، عندي حركه عدم الانحياز. مصر عملت حركه عدم الانحياز دي هي والهند، تمام، وهي والهند اهي، تمام، ودوله اسمها يوغوسلافيا واندونيسيا. اتعمل امتى مصر المؤتمر؟ تمام، اتعمل امتى ده؟ حركه عدم الانحياز في مؤتمر بندونج. مؤتمر بندونج 1955. مؤتمر بندونج ده اتعمل فين؟ اتعمل في اندونيسيا. اوكي تمام ماشي. طب مستر ثواني، هو يعني عدم الانحياز هو عدم الانضمام الى اي من الكتلتين الشرقيه والغربيه، اللي هو الولايات والاتحاد السوفيتي، اللي هم كانوا قوتين في العالم ساعتها. تمام تمام. نيجي بعد كده نتكلم عن فلسطين. بيقول لك فلسطين مهمه في قلب كل واحد عربي. ليه يا مصر؟ اولا اتولد فيها السيد المسيح، زائد ان الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، اسرى اليها بسيدنا محمد في رحله الاسراء والمعراج، وزائد بيها المسجد الاقصى. جميل جميل. المهم فلسطين، بريطانيا وعدت اليهود ان هي تعمل لهم وطن في فلسطين. جميل جميل. طب يا مصر ايه اللي حصل؟ هقول لك علشان تطبق، علشان كده حصل ان فلسطين اتوضعت تحت الانتداب البريطاني في مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو، تمام، في ايطاليا. جميل. وبعد كده تنفذ وعد بلفور. لما يجي يقول لك ازاي، بما تفسر ازاي تنفذ وعد بلفور، هتقول له يا مصر عن طريق 2 سماح. ايه هم مصر 2 سماح ده؟ ان احنا سمحنا لليهود ان هم يهاجروا من جميع انحاء العالم يروحوا فلسطين، وان هم يقدروا يشتروا الاراضي من عرب فلسطين. جميل جميل. المهم بعد كده يا مستر، هو العرب ما لهمش اي رده فعل، الفلسطينيين ما لهمش اي رده فعل. الفلسطينيين عملوا حاجتين، تمام، عملوا انتفاضه اسمها انتفاضه 29 وثوره 36. جميل. الاثنين دول كان رد فعل الشعب الفلسطيني على تنفيذ وعد بلفور. المهم جت بريطانيا تبوظها اكتر، فطلع عندي حاجه اسمها الامم المتحده. الامم المتحده دي قررت تقسيم فلسطين، ان هي تقسم فلسطين دوله عربيه، دوله يهوديه، والقدس اداره دوليه. تمام جميل. وهنا ايه اللي حصل؟ بدأ اليهود ان هم يطردوا العرب من ديارهم، واللي ما كانش بيطلع كان بيتذبح، ومن اكتر مذبحه مشهوره وهي مذبحه دير ياسين. تمام، دير ياسين. المهم علشان كده العرب مش هيسكتوا، العرب هيعملوا حرب فلسطين 48. ايه اسباب حرب فلسطين 48 دي؟ ان العرب عايزين ينقذوا الشعب الفلسطيني من ظلم مين؟ اليهود. جميل جميل. ولكن حرب فلسطين دي غلبت فيها الجيوش العربيه، فنتائج حرب فلسطين ايه؟ ان اليهود استولوا على جميع اراضي فلسطين ما عدا 3: غزه، تمام، والقدس والضفه الغربيه. دول ال3 اماكن، تمام، اللي ما استولاش عليها اليهود في حرب فلسطين. جميل جميل. نيجي نتكلم بعد كده عن حاجه اسمها العدوان الثلاثي. 3 دول جايين يحتلوا مصر، كل دوله كان ليها سبب ان هي تحتل مصر. بريطانيا بسبب تاميم قناه السويس اللي احنا خدناها في انجازات الثوره من شويه. فرنسا بان مصر وقفت جنب الجزائر اللي فرنسا كانت محتلاها، يبقى مسانده مصر للجزائر. تمام. اسرائيل بسبب مسانده مصر لفلسطين، يبقى انا عندي كده 2 مسانده وتاميم قناه السويس. تمام. نتائج العدوان ده ايه؟ فشل العدوان طبعا. نتائج العدوان، تمام، ان فرنسا وانجلترا واسرائيل انسحبوا. طب مصر، وفرنسا وانجلترا احتلوا ايه؟ احتلوا هما الاثنين بورسعيد. طب اسرائيل احتلت ايه؟ سيناء. يبقى انسحاب فرنسا وانجلترا من بورسعيد.
تمام، وانسحاب اسرائيل منين؟ من سيناء. جميل جميل. وعلشان كده العرب عملوا مع بعض، وخصوصا مصر وسوريا عملوا مع بعض وحده، الوحده دي لسه متكلمين عليها، اللي كانت الانجازات في المجال العربي. تمام، ماشي، بتاعت الثوره. المهم، طب مستر سؤال، انت قلت لي ان فشل العدوان الثلاثي، ليه فشل العدوان الثلاثي؟ بسبب ان انا عندي الجيش والشعب قومه، زائد ان الشعوب العربيه وقفت بجانب مصر، زائد ان الامم المتحده هددت بوقف العدوان حالا. 3-1 مش رجوله، والله ما رجوله يا عم. المهم، عندي بعد كده بقى حرب 67 اللي احنا بنسميها النكسه، نكسه 67 او العدوان الاسرائيلي على مصر 67. ايه اللي حصل؟ اسباب 67 ان اسرائيل كانت عايزه تقضي على قوه مصر خالص. يبقى اسبابها ارادت اسرائيل على القضاء على قوه مصر. طب مصر هل قدرت؟ هقول لك للاسف قدرت ان هي تاخد اماكن كتير. بص، نتائج حرب 67 الاستيلاء على 5 اماكن. تمام، اسرائيل استولت على 5 اماكن، ايه هم؟ غزه والقدس وسيناء ضفه غربيه والجولان. تمام، غزه والقدس وسيناء ضفه غربيه والجولان، اللي هضبه الجولان الموجوده في سوريا. تمام. طب مثلا ثواني، اما يجي يقول لي ليه مصر اتهزمت والجيوش العربيه اتهزمت، هقول له طبعا التفوق العسكري لاسرائيل. مصر اتهزمت في حرب 67 بسبب ان اسرائيل كانت متفوقه، وخاصه في السلاح الجوي. تمام، زائد ان اسرائيل استخدمت عنصر المفاجاه في مهاجمه مصر وضربت الطيارات المصريه، زائد اصلا المصريين ما كانوش مستعدين. جميل جميل. بس انا عايز اقول لك حاجه، ساعه ما حرب 67 كانت هتبدا، تمام، وكانت شغاله، ايه اللي حصل يا مصر؟ مصر قفلت خليج اسمه خليج العقبه. وهنا يجي لي سؤال متفسر، ليه مصر قفلت خليج العقبه؟ لاحكام الحصار الاقتصادي على اسرائيل، مش نعمل الحصار على اسرائيل اقتصاديا. جميل جميل. بعد الحرب طلع مجلس الامن، طلع قرار 242. ركز فيه كويس، ركز فيه كويس. قرار 242 ده بيقول ايه؟ محدش هيتعارك هنا، يبقى ايقاف الحرب، وان كل دوله هتحترم الثانيه، يبقى احترام كل طرف للاخر. جميل تمام. وان احنا انت يا مصر وانت يا اسرائيل هنعمل ما بينكم منطقه ما فيهاش سلاح، يبقى انشاء مناطق منزوعه السلاح. وان انت يا اسرائيل شفت الاراضي اللي انت احتلتيها اللي هم الخمسه في 67 هتنسحبي منهم، يبقى انسحب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها. المهم طبعا اسرائيل رفضت قرار 242 وقالت لها ما بكبرش لحد، انا بعمل اللي في دماغي بس. علشان كده مصر بدات تجهز الجيش بتاعها. جميل جميل. طب مصر ازاي بدات تجهز الجيش بتاعها؟ عدت في مرحلتين، مرحله الصمود والتصدي ومرحله الاستنزاف، بدانا نستنزف ونضعف طاقه اسرائيل. المهم في مرحله الصمود والتصدي حصلت حاجه اسمها معركه راس العش. ايه اللي حصل يا مستر؟ اسرائيل تمام كانت عايزه تخش سعيد، تمام، اسف، بور فؤاد، تمام. فالمهم ساعتها مصر منعت اسرائيل ان هي تخش بور فؤاد، يبقى معركه راس العش، تمام، انتهت بايه؟ بمنع اسرائيل من دخول بور فؤاد. تاني حاجه في مرحله الصمود والتصدي ان احنا دمرنا، تمام، مدمره اسمها مدمره ايلات بتاعت اسرائيل، دمرناها عن طريق الصواريخ المصريه. جميل جميل. بالنسبه بقى لحرب الاستنزاف اللي هي تاني مرحله، مرحله الاستنزاف، بدانا ان احنا نعمل حائط من الصواريخ علشان اي طياره تفكر ان هي تعدي، طياره اسرائيليه تدخل اراضي مصريه، نقدر ان احنا ايه؟ نضربها على طول. يبقى بناء حائط صواريخ لمنع عبور الطائرات الاسرائيليه. ايه كمان تاني؟ وبدانا ان احنا نضرب على خط بارليف اللي هو كان خط الدفاع الاسرائيلي، اسرائيل كانت بتقول ما حدش هيقدر ان هو يهدمه خالص. تمام؟ جميل. وعلشان كده عشان مصر بتضرب على خط بارليف، هنا ساعتها الولايات اتدخلت وعملت مبادره حضرتك ما بتاخدش بالك منها، اسمها مبادره روجرز. مبادره روجرز دي قالت ايه؟ بتقول إيه؟ وقف اطلاق النار، وقف يا مصر اطلاق النار. وفي حرب الاستنزاف بيجي لك سؤال على ضابط مشهور جدا استشهد في الحرب وهو عبد المنعم رياض، ربنا يرحمه. في حاجه صعبه؟ جميل قوي، تمام. ندخل بعد كده على الجزء اللي بعده. مصر طبعا اتضربت في حرب 67 واخدت على قفاها، علشان كده مصر حبت ان هي تاخد بحقها. وهتاخد بحقها امتى يا مصر؟ في حرب اكتوبر. مصر هتاخد بحقها في حرب اكتوبر. طب مصر ايه اسباب حرب اكتوبر؟ اسباب حرب اكتوبر ان اسرائيل مش رافضه السلام وان هي تنسحب من الاراضي اللي هي احتلتها.
ومصر وسوريا مصممين ان هم ياخدوا بحقهم. يبقى دي كده الاسباب. طب ايه يا مستر نتائج حرب اكتوبر؟ قدرت مصر وسوريا، لان هم الاثنين كانوا بيتعاركوا مع اسرائيل، مصر وسوريا، تمام؟ قدرت مصر وسوريا ان هم يدمروا خط بارليف وخط الون اللي هم خطين الدفاع بتوع اسرائيل. ايه كمان تاني؟ بدانا ان احنا ندمر الطائرات الاسرائيليه بتاعت اسرائيل. جميل. وعلشان كده اسرائيل رفعت التليفون على الولايات وطلبت منها المساعده. طبعا انا بنكش، ما كانش في تليفون ساعتها. لذلك اسرائيل تمام بسبب الخسائر التي تعرضت لها طلبت المساعده من مين؟ من الولايات. جميل جميل. طب بس ثواني، قبل ما نبدا حرب اكتوبر اصلا بدات مصر تستعد. هقول لك في استعدادات مصريه وفي استعدادات مع العرب. الاستعدادات المصريه اللي هي ايه يا مستر؟ ان احنا بدانا نرفع الرقابه من على الصحف عشان نكتب اللي احنا عايزينه، زائد دستور 71. السادات عمل دستور 71، الرئيس السادات، تمام؟ زائد بدانا ان احنا نجهز الجيش عشان ندخل الحرب. دي كده الاستعدادات المصريه او الداخليه. طبعا دي استعدادات مصر عملتها مع العرب، استعدادات خارجيه، ان احنا بدانا نشوف الخلافات ما بين الدول العربيه، يبقى تصفيه الخلافات، زائد ان احنا نستفيد من كل دوله عربيه لو عندها حاجه. كل دوله عربيه نستفيد منها من الاسلحه، من الجنود، كل الكلام ده. جميل جميل. طب سوريا مصر، انت قلت لي حرب اكتوبر مصر وسوريا ضد اسرائيل. مصر وسوريا كان بيساعدها العرب، واسرائيل طبعا بيساعدها حبيبتها هي لمين؟ الولايات وساعات بريطانيا. العرب يا مصر عملوا ايه مع مصر وسوريا؟ عملوا مساعدات سياسيه. ازاي؟ وزراء العرب اجتمعوا مع بعض، اكلوا مع بعض، وبعد ما اكلوا مصر اكلوا فين؟ هقول لك كانوا متجمعين في الكويت. طب قرروا ايه؟ قرروا حاجتين: هنقلل انتاج البترول، وركز في السؤال ده، تمام؟ هنقلل انتاج البترول وهنمنع تصدير البترول الى الولايات لان هي بتساعد مين؟ اسرائيل. تمام؟ ماشي؟ جميل. طب مستر ثواني، الولايات بقى عملت مساعدات ايه؟ هقول لك عملت دعم عسكري لاسرائيل. ازاي؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اسرائيل، تمام، جالها معلومات عسكريه من الولايات في حته في شبه جزيره اسمها منطقه او ثغره الدفرسوار. يبقى قدمت الولايات لاسرائيل معلومات عسكريه لاحداث ثغره الدفرسوار، زائد ان الولايات عملت جسر جوي عشان تقدم المساعدات لاسرائيل. ده كده الدعم العسكري. تمام؟ يبقى جسر جوي ومعلومات عسكريه. طب الدعم السياسي يا مستر؟ هقول لك علشان الدعم السياسي الولايات راحت لمجلس الامن، ومجلس الامن طلع قرار 338. يبقى انت عندك قرار 242 اللي احنا لسه قايلينه من شويه، اللي هو بعد حرب 67 اللي رفضته اسرائيل، وقرار 338. قرار 338 ده بيقول ايه؟ بيقول لك ايقاف الحرب، وقف يا مصر الحرب، انت خلاص اخدت بحقك في حرب اكتوبر. المهم عندي 3 شخصيات كان ليهم دور في حرب اكتوبر. احمد اسماعيل، وده كان قائد الحرب، تمام؟ قائد الحرب، وهو اللي وضع خطه الخداع عشان يخضع اسرائيل، وعلشان دوره حصل على وسام نجمه سيناء. يبقى قائد الحرب وحط خطه الخداع المشير احمد اسماعيل. نيجي بعد كده عندي الفريق سعد الدين الشاذلي. فريق سعد الدين الشاذلي ده اللي تكتيك، هو اللي شغل دماغه تكتيك للاسرائيليين، يبقى وضع خطه الحرب والعبور. طب مصر مين اللي حط وقت الحرب رئيس هيئه العمليات اللي هو الفريق؟ محمد عبد الغني كبسي. يبقى احمد اسماعيل القائد وضع خطه الخداع، سعد الدين الشاذلي حط خطه الحرب، عبد الغني الجمسي وضع توقيت الحرب وقال يلا بينا نتعارك. في حاجه صعبه كده؟ تمام؟ جميل. نيجي بعد كده على الدرس اللي بعده. معلش انا عارف ان انت تعبت، بالظبط 10 دقايق ونكون مخلصين الدنيا. تمام؟ ركز معايا بقى في ال 10 دقايق دلوقتي. كوبايه النسكافيه، كوبايه الشاي، عيش يا باشا، روق على نفسك. تمام؟ ركز بس معايا، دي اهم حاجه انا عندي. تمام؟ طبعا احنا لسه قايلين من شويه مؤتمر، تمام، تم اعلان فيه الانتداب البريطاني على فلسطين، هو مؤتمر سان ريمو اللي موجود فين؟ في ايطاليا. طب سؤال مستر لما يجي يقول لك مؤتمر، اكتب ما تشير اليه العبارات: مؤتمر قام على اساس الارض مقابل السلام، تقول له مؤتمر مدريد للسلام. وعلى فكره مؤتمر مدريد للسلام بعد ما قعدت فيه الدول، طبعا اتعمل في اسبانيا في مدريد، بعد ما قعد الدول فيه، تمام، ادى الى اتفاقيه اوسلو للسلام. تمام؟ جميل. المهم في حاجه حصلت قبلها اسمها، تمام، مؤتمر كامب ديفيد. الرئيس الامريكي اللي هو اسمه كارتر كلم السادات وكلم بيجن، قال لهم انا عايزكم انتوا الاثنين تقولوا لي فين يا مصر؟ اقول لك مؤتمر كامب ديفيد. ايوه فين يا مصر؟ يعني برضه في الولايات. جميل؟ تمام. مؤتمر كامب ديفيد ده ادى الى معاهده السلام. معاهده السلام يعتبر انت حافظها اللي هي، لان هي
متاخده من نصوص قرار 242. كانت بتقول ايه؟ انهاء الحرب، محدش يتعارك هنا، احترام كل طرف للاخر، هنعمل مناطق منزوعه السلاح جدع، ان اسرائيل هتنسحب خصوصا من سيناء. تمام؟ ايه كمان تاني يا مصر؟ ركز بقى في الحته دي. اما يجي يقول لك ما العلاقه بين معاهده السلام وفلسطين؟ هتقول له في معاهده السلام من نصوصها بدانا ان احنا نتكلم ونعمل مفاوضات لانشاء حكم للفلسطينيين. جميل جميل. كده مصر حصل سلام ما بين مصر واسرائيل وما بين الشعوب العربيه والدنيا هديت. ايه بقى مزايا السلام؟ السلام ليه مميزات، طبعا ليه مميزات. اول حاجه من مميزات السلام ان بقى في استقرار في الدوله، وما دام بقى في استقرار في الدوله هنبدا ان احنا نعمل مشروعات، نزرع نصنع هكذا، يبقى تمام، يبقى اقامه مشروعات، وما دام هنعمل مشروعات هيبقى في تطور وتنميه، يبقى دفع عجله التنميه، يبقى الاستقرار اقامه مشروعات دفع عجله التنميه، زائد تنشيط السياحه. ما دام عندي سلام يبقى في سياح هيجوا لي. طب مصر ثواني، ايه اهميه السياحه؟ هقول لك اهميه السياحه ان هي بتزود الفلوس بتاعت الدوله، يبقى مصدر للدخل القومي. طبعا السياح اللي جايين دلوقتي هيدفعوا تمام بالدولار الاخضر، اهم حاجه الاخضر والله يبقى توفير عملات ايه؟ اجنبيه. تمام؟ في حاجه صعبه؟ جميل. نيجي بعد كده نتكلم عن شويه مجالس اتعملت سواء كان ترم اول او ترم ثاني. عندي مثلا محمد علي. محمد علي ده كان عامل 2 مجلس، المشوره والعالي. جميل جميل. نيجي بعد كده على اسماعيل، عمل مجلس شورى النواب بالمناسبه سنه 1866. تمام؟ دي كده المجالس النيابيه اللي كانت قبل الاحتلال البريطاني. تمام؟ جميل. بعد الاحتلال البريطاني عندي اتكلمنا عليها من شويه، وهو ان الرئيس جمال عبد الناصر عمل مجلس تمام اسمه مجلس الامه، اللي هو في دستور كام؟ دستور 56. وعندي بعد كده ان اسماعيل، تمام، اسماعيل خديوي اسماعيل عمل مدرسه اسمها المدرسه السنيه. تمام؟ طب مصر المدرسه دي اتعملت ازاي؟ هقول لك، ما علشان رفاعه الطهطاوي راح كلم اسماعيل يقول له عايزين نعمل مدرسه تعلم البنات، البنات ما بيتعلموش، ودي كانت اول مدرسه لتعليم البنات. جميل جميل. عندي بعد كده الرئيس السادات، وده اللي احنا لسه واخدينه من شويه. السادات ساعه قبل حرب اكتوبر عمل ايه؟ عمل دستور 71. دستور 71 ده اتسمى بالدستور الدائم. اتسمى بالدستور الدائم. لما يجي يقول لك ما النتائج على الدستور الدائم او دستور 71، هتقول له الدستور ده بيأكد على ان سياده القانون، ما فيش حد فوق القانون خالص، واكد على استقلال القضاء، ان القضاء مستقل بعيد عن اي عك بيحصل. تمام؟ جميل. المهم عندي بقى شويه سيدات عايزين نتكلم عليهم كده. عندي 5 ستات، تمام؟ احفظهم معايا، كل ست بحرف. تمام؟ عندي مجله اسمها مجله الريحانه اللي عملتها جميله، اسمها جميله حافظ، يبقى ريحانه جميله حافظ. تمام؟ عندي بعد كده واحده اسمها هدى شعراوي واو، عملت لجنه وفد، يبقى واو لجنه وفد. جميل. عندي بعد كده حكمه ابو زيد، علامه بينها بحرف ايه؟ بحرف الت. حكمه ت شؤون اجتماعيه. تمام؟ يبقى حكمه ت شؤون اجتماعيه، مسكت اول وزيره. عندي بعد كده اللي عينها السادات، اول ما تشوف كلمه السادات عين واحده يبقى السادات بحرف الالف عائشه راتب. جميل. اخر واحده عندي وهي امال عثمان. تمام؟ امال عثمان دي هنعلمها بحرف العين. اول ما نشوف كلمه مين كانت عضوه في مجلس الشعب، تمام، تبقى امال عثمان عين مجلس الشعب. اوكي؟ تمام. المهم والله بعمل اللي عليا. ركز معايا واعمل اللي عليك زي ما انا بعمل اللي عليا، مش سايبك معاك لاخر دقيقه. تمام؟ معاك سواء كنت هنا او كنت في المراجعات، تمام، في السناتر، معاك في كل مكان. تمام؟ كلمني على الواتس، كلم السكرتاري على الواتس، كله الناس هتتواصل معاك، كلنا لاجل حضرتك، بس حضرتك تشد حيلك وعايزك تقفل الماده، دغدغ الماده، وانا هصلح، ما تقلقش. المهم عندي بعد كده، تمام، ثوره 25 يناير. ثوره 25 يناير دي بنقول هي من الثورات الفريده. ليه يا مستر؟ ليه دي كانت اول ثوره تقوم بناء على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، الانترنت وكده. جميل جميل. المهم الثوره دي اول ما حصلت حصل ايه؟ حصل فوضى. اول ما حصل فوضى على طول الشعب نزل كون حاجه اسمها لجان شعبيه. تمام؟ ايه اهميه اللجان الشعبيه دي؟ اهميه اللجان الشعبيه تمنع السرقه،
تمام، تمنع السرقه وتحمي المنشات والبيوت. طب يا مستر ثواني، الشعب مش هيقدر يعمل كل حاجه لوحده. هقول لك عشان كده القوات المسلحه، الجيش المصري نزل. القوات المسلحه ليها دورين، ان بتحمي الممتلكات العامه والخاصه، وان تحافظ على امننا، امن المواطنين. جميل جميل. المهم زي طبعا الجيش كان قوه مسانده للشعب، وعمر ما الجيش كان واقف ضد الشعب خالص. تمام؟ جميل. المهم لغايه ما الثوره دي كانت اهدافها طبعا ان يمشي محمد حسني مبارك والنظام بتاعه، يبقى تنحى محمد حسني مبارك سنه 2011، واللي مسك 2012 مرشح حزب الحريه والعداله الرئيس محمد مرسي. وبعدها عشان الرئيس محمد مرسي لم يقدم حلول لمشكلات الشعب وسوء اقتصاد مصر، ساعتها مشى محمد مرسي سنة 2012، ومسك بعديه فترة مؤقتة قبل ما نختار رئيس سنة 2013، وهو المستشار عدلي منصور اللي هو كان رئيس المحكمة الدستورية في الوقت ده، لغاية ما تم عمل انتخابات وفاز بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2014. يبقى 11 مبارك، 12 مرسي، 13 عدلي منصور، 14 تمام السيسي. طب مستر ثواني، ايه اسباب اصلا ثوره 25 يناير دي؟ انا لسه قايل لك عشان مبارك يمشي. طب ثواني، ليه اسباب ثانيه؟ اول حاجه سوء الاوضاع الاقتصاديه. بص، ثلاثه سوء: سوء اوضاع اقتصاديه، سوء اوضاع اجتماعيه، سوء الصحه والتعليم. سوء الاوضاع الاقتصاديه ليه؟ بسبب اتنين سياسه. ايه هما يا مصر اتنين سياسه دي؟ سياسه الانفتاح الاقتصادي، نفضل نستورد من غير ما نصنع، والتطبيق الغير سليم لسياسه الخصخصه. ايه مصر سياسه الخصخصه دي؟ ان احنا بنحول اي حاجه، مصنع، شركه، اي حاجه، من ملكيه عامه لملكيه ايه؟ خاصه. طب ثواني، سياسه الخصخصه دي ادت الى حاجتين، ادت الى اتنين ارتفاع. اما بقت الحاجه ملكيه خاصه بتاعت رجل اعمال بدل ما كانت تبع الحكومه، ساعتها الاسعار غلت، يبقى ادت الى ارتفاع الاسعار. وبدل ما كان كل الناس تمام اللي موجودين في المصنع شغالين وبياكلوا عيش، لا، في ناس كتير مشوا من المصانع، تمام، يبقى ارتفاع البطاله. تمام جميل. ثالث سبب عندي وهو قانون الطوارئ. قانون الطوارئ ده ان انا ممكن انا كظابط، تمام، او انت اي واحد، تمام، ماشي في الشارع، ممكن تتاخد في ثانيه الا ثانيه من غير ما يتعمل لك قضيه وتتحبس. ده اتطبق في عهد مبارك. ده طبعا سوء الاوضاع الاجتماعيه. طب لسه ثواني، ليه كان في سوء اوضاع اجتماعيه؟ ليه المجتمع كان بايظ؟ بص يا معلم، المجتمع كان بايظ، بيقول لك يا الشعب ساعتها يا غني يا فقير، يبقى بسبب الفوارق الاجتماعيه. والفوارق الاجتماعيه دي ناتجه عن ايه؟ الفوارق الاجتماعيه دي ناتجه عن غياب العداله الاجتماعيه، مفيش عداله. تمام. خامس سبب للثوره، وان انا عندي سنه 2010 قبل الثوره بسنه اتزورت انتخابات مجلس الشعب. ازاي يا مستر؟ فاز بيها الحزب الوطني بنسبه 97%. طب يا مستر الحزب الوطني ده، الحزب الوطني ده حبيب الحكومه، تمام؟ طب هل الحزب الوطني اللي هو حبيب الحكومه هيقف جنب الشعب؟ يبقى ادى الى عدم وجود اي معارضه. تمام؟ كده نكون خلصنا، تمام، مراجعتنا كامله في ساعه واحده. ركز كويس، استعن بالله، صلي وادعي ربنا، صلي وادعي ربنا ان ربنا يوفقك. عندي تمام، عندي امتحانات فوق، ربنا يقف جنبك، تمام، لو انت استعنت بالله، لو انت قلت له يا رب انا محتاج انجح، محتاج اكون متفوق، محتاج اقفل الامتحانات، محتاج اجيب درجات كويسه، ربنا هيقف معاك سواء كان في الدراسه او اي حاجه في حياتك. اهم حاجه استعن بالله في كل حياتك عامه عشان حياتك تكون احسن. شد حيلك يا بطل الابطال، شد حيلك، انت طالب السلطان، شد حيلك، تمام. ولو احتجت اي حاجه انا موجود، ارقامي موجوده، ارقام السكرتاري موجودين في كل السناتر، هتلاقيني معاك في اي وقت، هرد عليك في اي اجابه، تمام. ما تنساش تبعت لزمايلك الفيديو عشان يستفادوا. والسلام عليكم، ربنا معاكم ويوفقكم، ونتقابل في سنه جديده ان شاء الله حبايبي. ثواني راح فين؟ قبل ما تقفل الفيديو نقدر نقول كده: تم، لا انا اللي هقول، ما تقولش معايا. تم بحمد الله
حبايبي، عارف ان هي كانت سنه طويله. احلى تالتة اعدادي، خلاص مش راجع تاني، باي.